في الجولة الثانية من دورة أطباء أسنان معنا الدكتور عمر الراعي الرسمي لشركة الإسراء. بنرحب بيك في البداية ونقول لك كل سنة وأنت طيب كأول مشاركة ليك في بطولات الدورات الرمضانية ل 2024. نشوف بروتوكول متعاون كبير جدا من جانب الدكتور حاتم والدكتور مصطفى الشافعي وكل النقابة وكل الدكاترة اللي موجودة في دورة أطباء أسنان. شايف إيه ورحلة إيه البحث الموجودة في اللقاء؟ احنا اولا حابب اشكر دكتور حاتم الجندي صاحب الكاس معمول على شرف دكتور حاتم، ونشكر المنظمين الرائعين دكتور مصطفى الشافعي. بصراحه كان لينا ادالنا الشرف ان احنا نشارك لاول مره في البطوله، وان شاء الله مش هنشارك لاول مره ومستمرين ان شاء الله من نجاح لنجاح، خصوصا ان هو بعد الافتتاح الكبير اللي حصل امبارح احنا ان شاء الله مستمرين معاكم في كل رمضان. ومبروك لدكتور حاتم ومبروك لدكتور مصطفى ومبروك لكل نادي الجزيره. يعني شايف النهارده، يعني شايف حاجه جميله النهارده بنشوفها، يعني مش بداتوا تخشوا في البصمه وبداتوا تخشوا في بروتوكول الرياضي، هو دعم الرياضه هو الوقت المستمر. شايفين ده تحرك كبير جدا من جانب شركه الاسراء؟ نعم، بص، هو الفكره ان احنا عارفين اهميه الرياضه، خصوصا كمان في شهر رمضان الناس بتبقى حابه ان هي تبقى موجوده في الرياضه بعد الفطار في خصوص الدورات الرمضانيه. واحنا حابين كمان خصوصا ان دي اطباء اسنان واحنا مشاركين بالدي جي ووش. هو الدي جي ووش ده عباره عن غسول الاسنان بكذا نكهه بالقرنفل وبالفلورايد، فهو حاجه اضافه قويه حابين ان هي تبقى موجوده، خصوصا ان هو مصري بنسبه 100%، واحنا كلنا عارفين يعني ايه منتج مصري وبنحبين نشجع منتج مصري. وشكرا لدكتور حاتم برضو لتاني مره ودكتور مصطفى الشافعي ان هم يعني صرحوا المنتج مصري ان هو يبقى موجود في الدوره بشكل قوي. احنا ان شاء الله موجودين مستمرين من نجاح لنجاح باذن الله. شايف النهارده ورساله تقولها للفرق اللي النهارده اللي عامله مجهود كبير واسعاد كبير جدا؟ شايفين النهارده تنظيم رائع، وشايفين النهارده شعارات كتيره موجوده بشكل حلو وبشكل اجمل في ملعب اللقاء. انت رساله بتوجهها للاعيبتك، اللاعيبه اللي موجوده في الملعب من اجل اسعادهم؟ يعني اعتقد في جوائز، في دعم، في مكافآت. شايفين افضل لاعب بعد المباراه على طول مباشره من جانب هنا او هنا موجود من الرعاه اللي موجوده في اللقاء، ده شيء كويس بنشوفه في اول مره. احنا طبعا هنتابع الماتش بكل تركيز. احنا هنركز طبعا، الروح الرياضيه مهمه جدا للشباب، واحنا هنشارك طبعا جائزه رجل المباراه. احنا هيبقى ليه جائزه خاصه مننا بشركه الاسراء والدي جي، هتبقى حاجه رمزيه برضو، واحنا مشاركين برضو في الجوائز الاساسيه بتاعه الدوره ان شاء الله. اللي هياخد لقب افضل لاعب في الدوره احنا هنبقى ليه جائزه خاصه من شركه الاسراء والدي جي ووش، وهيبقى ليه جائزه خاصه مننا احنا كمنظمين. وده احنا دايما يعني متواجدين وبنشجع الرياضه وبنشجع الروح الرياضيه اللي موجوده، وبنتمنى التوفيق للفريقين ان شاء الله ويعملوا لنا ماتش جميل زي امبارح ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك.